أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير كتير. راجع لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات مطبخ توتة. يلا بقى كده نصلي على النبي كده ونبتدي الفيديو مع بعض. بدأت كده الأول، قلت أحضر فطار خفيف كده، بصي ظريف، وكان نفسنا جدا في الطعمية، فاحنا باعتين جايبين طعمية وقطعنا كده طماطم. أكلة بسيطة جدا 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 جدا، وبصي ما تعبناش فيها خالص. وبصراحة يعني احسن كمان ان انت تجيبي مثلا، لو هتجيبي العجينة الطعمية من بره تعمليها في البيت، تحمريها في البيت. بس بصراحة يعني كده، ان يعني ما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة بصراحة اليوم ده. فحتى الغدا بتاعنا برضك غدا خفيف، يعني هنشوف مع بعض اليوم ماشي معانا ازاي. هنا قطعت طماطم، كنت حتى بعت بنتي هي اللي راحت جابتها. بحط بقى هنا ملح وكمون كده على الطماطم. وطبعا العيش كنت مسخناه في الميكرويف كده، ورحت مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، حاجة خفيفة كده وبسيطة. الواحد بيبقى يعني بيقوم من تحت البطانية كده سقعان ومش قادر يعمل اي حاجة. كنت عايزة اقول لكم بقى كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس، ويا رب يجعله بقى كده ترم سعيد كده علينا. هنا بقى كده كنت قلت اعمل كوباية شاي بلبن بقى كده لكل واحدة فينا، انا والبنات. الشاي ده اللي انا بحب استخدمه لينا، يعني يعني الكبار يعني بنحب نستخدمه، انما البنات بحط له بودره كده واحط لهم حاجه خفيفه خالص. يعني الشاي بلبن ما بحبهوش يبقى تقيل بالنسبه ليهم يعني. بس حطيت هنا الطعميه، كانت جت بقى، وكان مرات اخويا كانت مدياني ليمون مخلل، فرحت حاطه لي ليمونه بردك كده ليا انا. البنات ما بياكلوش المخلل كده. ف غليت اللبن اللي هو بص، بحب اجيب البلدي للبنات، يعني بقول مثلا فيه فايدة اكتر وكده. بعمل لهم بيه شاي بلبن يعني. فبصراحة كان عندي كيس بخير وعملته ليه ايه انا، يعني عملت الشاي بلبن منه ليا انا. انما البلدي بحب اجيبه للبنات كده، بيبقى فايدته اكتر يعني. بس عملنا الشاي بلبن كده. كنت بقى مستنية بقى اللبن بتاعي يغلي، وهو غلي اهو. بنتي واقفه لي، هي تبص الضي بتاعها على الرخامه، واقفه لي مستنيه الفطار. تقول لي انا عايزه اعمل لهم لايك، عشان يحطوا لايك علشان خاطري، يحطوا بقى لايك عشان خاطر البنوته العسل دي. هنا بقى خلصنا غدا وقعدنا فتره طويله قعدنا فتره، خلصنا فطار يعني، وقعدنا بقى حبه حلوين كده. يعني روقت شويه في الشقه كده. وبعد كده ايه هنعمل الغدا بتاعنا هنعمل ايه؟ هنعمل فطير مشلتت، وهنعمل بقى جبنة وعسل كده جنبيه، وهيبقى فطير، ويبقى أكلة يعني كده سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت نشغل الفرن عشان الفرن بتاعنا ايه يدفي الشقة. جبت هنا كيلو دقيق، وحطيت عليه معلقة سكر كبيرة وعليه رشة ملح بس كده. وقلبتهم كويس جدا، وهعجن. بس الفطير ما بياخدش غير كده. هعجن بقى، بصوا كان عندي مية دافية زي ما انتوا شايفين بقى. هبتدي اعجن بقى واحدة واحدة كده. اهم حاجة في الفطير وعمايله وينجح معاكي ويبقى زي الفل، الفطير ما بيبقاش محتاج لت وعجن كتير، وفي نفس الوقت مش محتاج او طبعا مش محتاج خميرة. الفطير مش محتاج خميرة، وفي نفس الوقت الفطير عايزاه يفرد معاكي ويبقى زي الفل. ريحيه يعني، خليه يرتاح، العجينة ترتاح. هعجن بقى فيها. لقيت الطبق صغير بصراحة، وانا الرخامة عندي ما شاء الله ببقى منضفاه على طول قبل ما ابتدي اعمل اي اكل. فرحت منزلاها على الرخامة عشان اعجن براحتي.
بصوا الدقيق المنطور في كل حته ده انا هلمه وهخلي العجينه بصي زي الفل معايا، وفي نفس الوقت ما تلتوش في العجين كتير. الفطير ما بيبقاش عايز لت كتير. هتلاقي معاكي بصي الفطيره زي الفل ملبن كده. زي ما انتوا شايفين كده، خطوة خطوة كده. والله أكلة جميلة وسهلة، وفي نفس الوقت والله 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 كلنا منها أكل، كلنا يعني وشبعنا. وكانت الفطير ما شاء الله الله أكبر جميل جميل ومورق كده، حاجة جميلة جدا. ممكن بقى تستخدميه فطار غدا عشاء. بصوا بيلم معايا ازاي. هلم الدقيق ده كله اللي قدامكم هو كله كله كله. يلا صلي على النبي بقى كده، وما تنسيش تحطي اللايك معاكي. وفي نفس الوقت اكله ما كلفتكيش حاجه، العسل هيبقى عندك في البيت، العسل الاسود بيبقى عندك، حته الجبنه حطيها في الطبق، وكيلو الدقيق. هو كيلو الدقيق بس اللي هيكلفك، ودلوقتي يعني يعتبر مش حاجه يعني. حطيتها بقى كده. بصوا بقى هنا معلقتين زيت، ويفضل ان الزيت ما يكونش ليه ريحه ولا طعم، يعني الزيت يكون ريحته حلوه ماشي، ملهوش لا ريحه ولا طعم. هعملها كور بقى كده. كيلو الدقيق ده عمل لي كام كوره؟ عمل لي 17 كوره. زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى بنتي بتفطر جنبي وهي صغيرة، واختها الكبيرة في المدرسة، فلو صوتها جايب الفيديو بقى ولا حاجة. هعملهم بقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده، وتسيبيهم بقى يرتاحوا. تغطيهم مثلا بايه، بستريتش كده، وتروحي حاطه عليه فوطه وتسيبيهم يرتاحوا خالص. ليه؟ لما تيجي تفرديهم هيتفردوا معاكي بسهوله. زي ما انتوا شايفين كده. يلا ايه رأيكم بقى ايه في الفيديو بتاع النهارده؟ قولوا لي رأيكم بقى. وطبعا لو محتاجين ان انا اعمل لكم اي حاجة تاني، اي فيديو تاني، واي فكرة فيديو تاني، قولوا لي وانا ان شاء الله ان شاء الله ننفذها. عايزين نعمل ان شاء الله، عايزه اعمل روتين عميق كده في المطبخ، عايزه اعمل تنظيف بقى كده لرمضان. بس انا بقول بصراحه يعني مأجلها ايه لشهر شعبان، يعني يبقى معانا بس برضك ايه يعني حاجات بسيطه كده على رمضان. وبرضك عايزه يعني كل يوم كده في شعبان بقى ان شاء الله، عايزه كل يوم اخد جزء في الشقه اعمله مع الترويق اليومي، علشان خاطر ما احسش يعني بضغط كبير عليا برضك. آه يعني ناخد كل مرة كده جزء جزء جزء، هتلاقي مثلا على دخول رمضان الشقة كلها خلصت معاكي وتبقى زي الفل وما تعبتيش فيها. هنا كده بص معلقة الزيت اللي فاضلة، يعني حطيت على وشها كده، ورحت مغطيها ببلاستيك راب، ورحت ايه مغطيها بفوطة كمان وسبتها ترتاح براحتها. هنا بقى رحت جايبة السمنة، جبت سمنة على زبدة. حطيت بقى هنا كده سمنة على زبدة زي ما انتوا شايفين. انا زودت زبدة تاني، يعني زبدة بقى صافي كده تاني، علشان خاطر حسيت ان هي قليلة. بصوا بقى انا بجيب الكورة واروح مغطساها في قلب السمنة كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا سيحتها، بروح مغطساها كده واروح بفضل افرد فيها بقى، تتفرد معاكي. اول واحدة بتبقاش ايه مظبوطة قد كده، وبعد كده كله بيبقى مظبوط معاكي. زي ما انت شايفة كده، باخد كده الطرف واروح مهوية كده مدخلة هوا في قلبيها عشان تتفرد معاكي. اول واحدة بقى انا زي ما انا بقولك ممكن تتقطع معاكي وكده، ولو اتقطعت ما تخافيش. بصوا بقى بجيب سمنه واروح حاطه على وشها كده، وبروح مطبقاها زي ما انتوا شايفين كده، واروح واخده غيرها برضك احطها في قلب السمنه واروح بفرد. انا بفرد يا جماعه بالسمنه، ما بفردش بزيت.
بصوا في رأي بيقول ان لما تحطي معلقتين زيت كده في قلب السمنة بيبقى حلوة، وهو ده اللي بيديها التوريقة. ماشي. برضك براحتك، انا والله عملتها كده وطلعت جميلة وزي الفل. بصوا بتتفرد بقى بسهولة ازاي. اهم حاجة الاطراف ما تبقاش تخينة. حاولي ايه تبططيها عادي، لو اتقطعت منك ولا حاجة ما يجراش اي حاجة ولا هيحصل لها اي حاجة. بصوا اتفردت ازاي والكبيرة ازاي. بصوا الاطراف انا بدوس عليها علشان ما تكونش ايه، ما تبقاش تخينة، تبقى معجنة كده فوق قلب الفطير زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى ايه بعمل بقى ايه، الفطيرة عندي عملتني في فطيرة عملت 9 وفي فطيرة عملت 8 على ما اظن، فعملت 8 كور يعني، وفي فطيرة عملت 9 كور. اول فطيرة دي هتاخد 9 كور مني. والله طلع زي الفل. بصوا عسل كده، عسل ومورق كده وطعمه جميل. هفضل بقى اعيد الحكاية كده لغاية ما اخلصها كلها. اهم حاجة الاطراف ما تبقاش تخينة. وطبعا بحط بقى كل رق كده بحط سمنة. زي ما انتوا شايفين كده، ده بقى اللي هيديك التوريقة. بس كده. في لقطة هنا كده بقى راحت مني، انا سبتها ترتاح بردك تاني، وبعد كده فردتها وعملت بقى الخطوة دي زي ما عملتها في اول واحدة. فردتها وبعد كده لما ارتاحت اتفردت سهلة، انما لو ما ارتاحتش مش هتتفرد سهلة معاكي. وبعد كده حطيت على وشها معلقتين سمنة كده حلوين، واروح حطاها في الفرن. انا في الخطوة دي كانت الاولانية استوت، بس كنت عايزة اوريكم انا عملت ايه في اول واحدة، فعملتها لكم في تاني واحدة. اول واحده كانت خرجت وبردت شويه، فدي عرفت اقطعها، انما التانية ما عرفتش اقطعها عشان كانت لسه خارجه من الفرن سخنه. بصوا بقى، بصوا التوريقه، شايفين عسل عسل ملبن كده. تحبيه؟ ماشي هعملهولك تاني. بس كده شايفين الشكل بقى والجمال. هنا بقى يلا نحط بقى نكمل بقى الأكلة بتاعتنا. نحط هنا العسل الأسود، طبعا عسل نحل قشطة معاكي، جبنة قديمة، جبنة بيضة، عايزة تسلقي بيض براحتك، بس احنا بصراحة ما بنحبش البيض مع الفطير. براحتك خالص. بصوا الأكل ده يا جماعة مزاج، أنا أحب حاجة انت ما تحبهاش براحتك، المهم الأكل كل اللي ايه اللي يعجبك. حطيت جبنه، ممكن تحطي على الجبنه زيت، بس انا بصراحه ما حبيتش عشان خاطر كفايه يعني ايه الدسم اللي بيبقى في الفطير لوحده.